اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اللحمة غالية نار انسيها، وحطي المكرونة على القوانص وفرميها، وواثقة بعد الفيديو ده انك هتعمليها، هتبان معاكم انها أكلة اقتصادية، وهي فعلا أكلة اقتصادية، بس النتيجة غير متوقعة خالص. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا لو اشتركتوا في قناتي ولايك على الفيديو ده علشان توصلكوا كل وصفاتي. ويلا نشوف الفكرة الخطيرة دي مع بعض. في البداية حبايبي هنجيب نص كيلو من القوانص وننضفها كويس جدا جدا، وهنغسلها. طبعا ما تغسليهاش بالخل، زي ما انا قلت لكم الخل بيثبت الريحة فيها. اغسليها بالليمون، واغسليها بالدقيق، واغسليها بالملح، ونضفيها كويس جدا جدا. بعد كده هنجيب السكينة بتاعتنا الحامية وهنقطع القوانص قطع صغيرة. ليه بقى؟ علشان تتفرم معانا بسهولة في الكبة. دي حاجة تانية، علشان الكبة بتاعتنا ما تبصي والكبة غالية، يعني هنوفر في حاجة ونبوظ في حاجة تانية؟ لا، فتقطعيها كده قطع صغيرة علشان تتفرم بسهولة معاكي زي ما انتوا شايفين كده. بعد لما قطعنا القوانص زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة بقى، تعالوا بقى ندخل على الخطوة اللي بعدها. بعد كده حبايبي بنجيب الكبة بتاعتنا وهنحط فيها القوانص كده زي ما انتوا شايفين، وهنفرمها مع بعض فرم ناعم. بعد حبايبي ما فرمنا القوانص كده فرم ناعم زي ما انتوا شايفين، كل اللي احنا هنحتاجه بس ربع كيلو من اللحمة المفرومة. ليه؟ علشان لما نيجي ناكل الكفتة اللي انا هعملها لكم تبقى تحسي كده بطعم اللحمة فيها. هنضربهم مع بعض في الكبة، وعايزاهم لازم لما تضربيهم مع بعض في الكبة يتسمجوا الاتنين، القوانص المفرومة مع اللحمة المفرومة، يتسمغوا حبايبي، يعني يختلطوا مع بعض علشان ما يبانش طعم القوانص من طعم اللحمة المفرومة. هنضربهم كويس جدا جدا مرة تانية. بعد كده حبايبي، بعد ما فرمنا اللحمة المفرومة مع القوانص، هننزل بقى بحاجة خطيرة جدا جدا. هي ايه؟ كوباية من المكرونة. لو الكبة بتاعتك مش قوية، حاولي ان انتي تدقيها بره كده في كيس نايلون او حاجة، تطحنيها بايد هون، بس ما تطحنيهاش قوي. لو الكبة قوية زي اللي عندي كده ما شاء الله، حطيها فيها زي ما انا عملت كده. ودي طبعا المكرونة بتضاعف الكمية معاكي. بعد كده بقى نبتدي نفرمهم فرمة كويسة. بعد ما ضربنا المكرونة مع الخلطة بتاعتي الجميلة، القوانص مع اللحمة المفرومة، واختلطوا كده زي ما انتوا شايفين وبقت ناعمة، هبتدي انزل بقى بالاساسيات اللي بحطها لما بعمل كفتة الحاتي، وهي ايه؟ بصلة مبشورة، طبعا صفيتها من المية، لازم تصفيها من المية. لو حطيتيها بالمية بتاعتها الكفتة بتاعتك هتفرول منك. ده اول سر معانا، البصلة المتصفية. تاني سر بقى معانا الخطير جدا جدا، البياض بتاع البيضة. ليه بنضيفه حبايب قلبي؟ علشان لما نيجي نصبع الكفتة ما تفرولش منا وتبقى متماسكة. تالت سر حبايب قلبي معايا، وهو كيس من البيكنج باودر، ودي اعتمديها في اي كفتة انت بتعمليها. ليه انا بحطه؟ ممكن ان اللحمة المفرومة بتاعتك يبقى فيها نسب دهون كتيرة، فمش هتمسك معاكي وهتكش، فالبيكنج باودر ما بيخليهاش تكش ابدا. هتحطي الكيس كله. بعد كده بننزل
بالتوابل بتاعت الكفتة. طبعا اي نوع انتوا بتحبوه وبتفضلوه هاتوه، بس انا بصراحة بفضل كنور. بعد كده بنبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا، وهي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة ثوم بودر، معلقة صغيرة 7 بهارات. وحبايبي أنا حطيت أكياس الكفتة المشوية، لكن لو أنت هتعمليها برجر هتحطي الأكياس بتاعة البرجر اللي هي توابل البرجر. آخر بقى حاجة معانا هنحط معلقتين صغيرين من البابريكا. ليه بحطها؟ بتدينا لون جميل جدا خطير للكفتة. هنبتدي بقى نفرم كل ده مع بعضه. ودي حبايبي الكفتة بعد ما نقلتها من الكبة في قلب الطبق، دهنت ايديا كده نقطتين زيت وسويتها زي ما انتوا شايفين. هدخلها بقى التلاجة تتشمع لمدة ساعة. ولحد الكفتة ما تتشمع معانا حبايبي، تعالوا بقى نجهز مية البصل اللي هنصبع بيها الكفتة. دي بقى مية البصل اللي أنا أما فرمت البصلة طلعت منها المية ديت. هنضيف بقى عليها نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة بابريكا، مع معلقة زيت، وتقلبي كله على بعضه. تعالوا بقى حبايبي نخرج الكفتة بتاعتنا الجميلة من التلاجة ونشكلها مع بعض. دي الكفتة حبايبي بعد ما ارتاحت بقى، وجبتلكوا بقى أجمل فكرة هنصبع بيها الكفتة. هي ايه؟ معالق الخشبية. اوعي حاجة توقفك، المعالق اللي انت بتاكلي بيها، معالق خشبية، اي حاجة تصبعي بيها هتطلع أجمل من كفتة الحاتي 100 مرة. هنبل ايدينا بقى المية بالبصل كده زي ما انتوا شايفين، تبلي كده المعلقة، وهناخد قطعة وهنصبعها. ما شاء الله شايفين؟ والله ما اقولك على ريحتها، ريحتها جميلة جدا جدا قبل ما تستوي كمان. ما تنسونيش بقى حبايبي من اللايك الجميل بتاعكم، والوصفة أكيد هتعجبكم. ممكن تعمليها همبرجر، ممكن تعمليها كفتة رز، زي ما انت عايزة. يا دوبك بس هتحطي كوبايتين رز مطحون عليها، وهتحطي البهارات بتاعتك، تصبعيها بالشكل ده. ولا أجمل بقى كفتة حياتي. ما شاء الله تبارك الله، شايفين جميلة ازاي؟ ودي الكفتة بعد ما شكلناها، مين يصدق بقى ان الجمال ده كله معمول بربع كيلو لحمة بس مفرومة ونص كيلو قوانص. تعالوا بقى حبايبي ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، ونشوف النتيجة الجميلة مع بعض. ودي الكفتة الخطيرة بعد ما خلصت، شايفين الكمية؟ اللهم بارك. تعالوا بقى حبايبي نشوف صباع كده مع بعض. شايفين الجمال؟ عاوزة اقول لكم لو ولادكم مش بيحبوا القوانص ممكن تعمليها بالطريقة دي، واستحالة هيكتشفوا الموضوع ده. والمفاجأة بقى يا جماعة ان طعمها قريب جدا جدا من طعم الكفتة المشوية بتاعت بره، خاصة بعد لما حطيت لها حتة فحمة كده هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. هستنى تجربوها وتقولولي رأيكم، وواثقة بجد انها هتعجبكم جدا جدا. احنا حبايبي مش بنعمل وصفات اقتصادية لمجرد انها اقتصادية، مش مهم الطعم. بالعكس انا دايما بقول لازم نعمل اكلات اقتصادية وفي نفس الوقت طعمها فعلا جميل جدا جدا.
ما تنسوش بقى اللايك والشير لو عجبتكم الوصفة، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة إن شاء الله.